في حوار أجريته للشاعر رشيد الزلامي رحمه الله في عام 1997 ميلادي في العدد رقم 40 من مجلة فواصل في ملف ميدان المحاورة، سألته سؤال وقلت له: هل خدم ما يسمى بالموال شعر المحاورة؟ فأجاب: لا يوجد شيء اسمه موال في شعر المحاورة، وما أدخل على شعر المحاورة والذي أطلق عليه بعض الشعراء ومن يعتبرون أنفسهم منظرين مسمى الموال إنما هو لهجة أهل الحجاز ويسمى المجالسي، وفي الحقيقة لا يمت لشعر المحاورة بصلة ولم يخدمه بشكل أو بآخر، وإنما أضر بالمحاورة. ويعتبر الشاعر بكر الحضرمي والشاعر عمر الخالدي أول من أحدث هذا المجالسي في شعر المحاورة، ثم بدأ يقلدهم الشعراء الآخرون. هذا ما قاله الشاعر رشيد الزلامي رحمه الله في السؤال الذي وجهته له في مجلة فواصل في العدد 40 في سنة 1997.